السلام عليكم البنات، واش راكم؟ اليوم جيتكم بهذه الحلوه اللي راهي مدايره حاله في مواقع التواصل الاجتماعي. انا حاولت اني نبدل في لاكولار ونبدل ثاني في الحشو، وكما تشوفوا درتها باللون فير بيستاش، والداخل ثاني حشيتها بالحشو تاع شوكولاته دوبي اللي كان داير ضجه الاونه الاخيره. ان شاء الله تجربوا الوصفه او تنجحوا فيها وتعجبكم. هنا نديلكم بعض النصائح اكيد اللي تستفادوا منهم. هنا نبداو على بركه الله. اول حاجه نديروها هي لاباط. درت 125 غرام مارغرين صلب بحراره المطبخ، زدت لها 2 مغارف سكر كلاصي، ونزيد لها بيضه كامله وفاني ولاروم تاع بيستاش. لاروم تاع بيستاش اختياري، بغيتو ديروه بغيتو لا. انا كي عاد كان متوفر درتو. هنا درنا ثاني البيضه بحراره المطبخ، ونضربوهم هكا بالباتور مع بعضهم حتى يندمجوا مكونات ونحصلوا على لاباط صابلي كما عودتكم. بعد ما يتخلطوا كامل مع بعضهم راح ندير لاروم هاك تاع بيستاش، ونزيد ندير مغرف تاع نشا، 2 مغارف تاع نشا، 2 مغارف كبار مايزينا. نكملو نضربو مليح مليح حتى نحصلوا على عجينه تكون طريه، مش طريه بزاف كي الصابلي متماسكه. خاطر يا البنات تعرفوا بلي الكاطو اللي يطيب في ليمون هكا شكل لي طارطولات كامل لازم تكون لاباط تاعو شويه ناشفه باش يحكم لا فورم تاعو يطيب لكم نورمال. وكما شفتوا زدت 2 مغارف تاع نشا وخلطت مليح بالباتور، ودرك نلوح الفرينه اللي هنا كنت غربلتها وجدتها نلوح بالتدريج حتى نحصل على عجينه متماسكه. يعني الوصفه هذه سهله مهله ما فيها حتى تعقيدات ولا بالعكس، ليه تخرجوا كونتيتي كبيره. وراح نمدلكم يعني طريقه تساعدكم بالليمون هذا وتخدموا كونتيتي كبيره. هذه هي لاباط اللي تحصلت عليها، راهي جايه شوي في الفرد بيستاش. عندي ليمون هذا كنت شريت الواحد ب3000، ونبداو نخدموا بهم بهذه الطريقه. نجيبوا طرف تاع العجين ونمشوه على شكل حربوش، ونبداو نحطوه في المول هذاك تاع لي طارطولات. ومن جهه نكونوا وجدنا طرف تاع نيلو ولا ساشي ليسونسيال اللي متوفر عندكم. وراح ندير لكم طريقه سهله مهله وفي دقيقه تخدموا كونتيتي ما شاء الله كما قلت لكم. اللي هنا راني نعاون غير بصباع يديا باش تسهل عليا الطريقه. درك نجيبوا الطرف هذا تاع النيلو نحطوه هكا فوق لاباط والمول هذاك، ونطبعوه بالطابع هذا تاع الهليلات. اضغطوا عليه مليح مليح حتى نطرقق لاباط لتحت. وكي تشوفوا باللي مازالها خشينه زيدوا اضغطوا على لي كوتي حتى تحصلوا على الحبه اللي بغيتو والحجم اللي بغيتو، سواء بغيتوهم خشان شويه ولا رقاق نورمال، لكم الاختيار. شوفوا نصيحه يا البنات، كي طيبوهم ما تحمروهمش بزاف خاطر كي يكونوا رقاق وتحمروهم بزاف راح يبسوا معاكم. وكي ديروهم غير طايبين كي صابليه هكا في الدوري نورمال يجوكم يذوبوا في الفم. هاد النصائح ندهم للمبتدئات اللي بداو مشروع هذا تاع الحلويات. شوفوا اللي هنا راهم مازالوا خشان، راني نضغط هكا عليهم باش نتحصل على الشكل اللي بغيت. وكي نضغط هكا زياده كامله راهي تخرج لي، ونقصها هكا بالموس. من جهه الكوشه راهي سخونه، شعلت لها من تحت برك وخليتها تسخن مليح. ومن بعد كي نلوح لي مول هذا نقص لها شويه النار، يعني ما ديروش نار قليله. اللي طارطولات هذو اللي يطيبوا في المول تاع الحديد كامل يبغيو شويه نار قويه على الاول، ومن بعد تنقصوا لهم. كي تشوفوهم بداو يصفروا من تحت نقصوا النار. هنا ثقبتهم بالفرشيطه هكا ولا بكيردو كما تحبوا. نزيد نشكل معكم الحبه ثانيه باش تشوفوا كيفاه الطريقه وتتاكدوا منها 100%. درت حربوش تاع العجين وعاودت لفيته هكا، ونجيبوا الساشي تاع النيلو ونحطوها ونضغطوا بالمول الدوزيام. الحشو هنا اختياريه البنات، كما تحبوا تحشيو بغيتوا ديروا حشو كما تاع البنيوان، بغيتوا ديروا شوكولا تارتيني اوبتيلا ولا طوفيا ولا كريمه الزبده. بالكيله هذه تاع العجين راهي تخرج لكم حتى ل 25 حبه، يعني 25 حبه فوق اختها. وكي تحصلت على الشكل هذا نتاع الهلال راني نحي لاباط هذيك الزايده كامل على لي كوتي، وندير نفس الطريقه اللي درتها مع الحبه الاولى. وراح نكمل ليمون كامل، انا هنا عندي 10 ونديرهم يطيبوا كما قلت لكم. كي يطيبوا يكملوا خليهم يبردوا شويه ونحوهم عادي. شوفوا هنا لاباطي مازالت خشينه شويه، راني نضغط من الجهه اللي نشوفها خشينه ثم اللي نركز على الضغط بزاف باش تخرج لي الزوائد تاع العجين كامل. اذا بغيتوا تخدموهم فارغين كطلبيه ديروا حبه فوق حبه، احسبوها ب3000 ولا 3500. واذا محشيين على حسب الحشو تاعكم يبقى الحشو من 8000 وطلع. كيما لهنا بات بيساج راهي غاليه، ما تحسبوش 8000، لازم تحسبوا على الاقل 10000 حتى ل 11000. سونسيال على حساب الديكور، على حساب بزاف حوايج. انا هنايا قلت نبارطاجي معكم حلويات العيد مش يعني طلبيه ولا.
شوفوا بعد ما طابوا خليتهم بردوا شويه ونحيتهم نقلب برك يتنحاو ليه. طيبتهم لهنا في الدوري مايلين شوي الحمر يا كي نتازي الكاميرا وتشوفوا مليح كيما راكم تشوفوا لهنا وجاوني رقاق هايلين. واذا بغيتوا تخشنوا شويه لاباط نورمال كما تحبوا. مركم فوتوا للحشو. قبل ما نديروا الحشو هنا عندي الشوكولا هذه فيجيكا ودادا بيضاء هي اللي راح نقلاصي بها بعد ما نلونها. الحشو عندي بات بيستاش كما تشوفوا هذه النوعيه كنت شريت الباطه هذه ب80 ألف. كنت نحيت منها من قبل كي درت القطايف كي شاركت معكم القطايف درتهم كديكور من الفوق برك. هاد القطايف اللي عندي هنا محمصين في الزبده ومن بعد رحيتهم مليح هكا غير بيدي وراح نضيفهم على بات بيستاش هذيك ونبقاو نخلطوا. كما تعرفوا الحشو هذا نتاع شوكولاته الدوبي اللي مداير حاله. قلت حتى انا خليه نديرو في الكاطو خير هكا نبدل شويه في اللون تاع الكاطو والحشو وكلش. غير مجرد فكره جاتني قلت نبارطاجيها معاكم. هنا كل وين خصيت القطايف راني نزيد بالتدريج برك باش ما يجيش الحشو ناشف يعني يكون غير قطايف برك. انا بغيته يجي هكا سائل شويه. كملت الكيله هذيك اللي عندي كامل وبقيت نخلط. واذا بغيتوا ديروا شويه مكسرات يكونوا مرحيين بصح خشان بغيتوا تخليو الحشو هكا برك. يعني الحشو هذا هو مكلف ويجيكم شوي غالي وما راحش يحشي لكم كونتيتي بزاف. تقدروا ديروا في جهه هكذا الحشو نتاع شوكولاته دبي وفي جهه واحده تقدروا ديروا طوفيه ولا كريمه الزبده وتكون ماهيش حلوه بزاف باش ما يجيكمش الكاطو حلو ويقهم. بصح صدقوني جا بنين يهبل والحلاوه تاعو جات معتدله على الكيف. ومام القرمشه هذيك تاع القطايف اللي لداخل واش نقول لكم روعه. انا جيت لهنا وبديت نحشي فيهم كامل هكا ومن بعد ندير وحده فوق اختها. كما قلت لكم الحشو اختياري كما تحبوا ديروا. انا مادام عندي هذو متوفرين اصلا شريتهم على جال نخدم هكا بهم في القناه على بها قلت نبارطاجي معاكم. وننصحكم يا البنات ما ترققوش لاباط بزاف باش ما تجيكمش يابسه وتخافوا ثاني تتكسر لكم في المول. وبعد ما وجدت الحبه كما تشوفوا راح نحطهم على جنب ما بين ذوب الشوكولا نتاعي ونزيد لها الكولورو اللي حبيت. ومن الافضل ديروا فار بيستاش باش يكون متناسق في اللون تاع الحشو. هذو هما الحبات بعد ما حشيتهم وجدتهم شوكولا لهنا ذوب تاع لحم مائي زدت لها مغرف كبيره تاع زيت عادي خلطتها مليح ونبدا نلوح في الملون لهنا أنا ما عنديش النوعيه تاعو شي شريت بلي دوز برك شريت قيس 10,000 وتبداو تلوحوا قطرات برك ما ديروش كونتيتي كبيره خاطر اذا درتو الملون بزاف راح يجيكم فير بيستاش فونسي وانا بغيتو كلار. في الخراطه لي هذا اللون كل نوعيه واش من لون تمدلكم بصح في العين راهو جا باهي ما شاء الله. وفي التصوير ساعات يبان فونسي ساعات يبان كلار. شتو الكاميرا ما تقدروش تحكموا عليها ما كانش قد انكم تشوفوا الحاجه في الواقع. نجيبوا الحبات هذوك اللي حشيناهم وديروهم هكا في فرشيطه وتقلاصيو الشوكولا خليوها تبرد شويه ماهيش سخونه وانتم تقلاصيو باش ما تجيكمش تبقى رقيقه. خليوها حتى تبرد شويه تبداو تطليو في الكاطو تاعكم. كي تحطوا الكاطو على ورق الزبده هزوه شويه بالفرشيطه وبعدوه في جهه واحده اخرى باش ما ديروش الجوانب تاع الشوكولا وما يخرجوا لكمش الزوايد. هنا عندي ناكري هذا دوري النوعيه هذه المخيره خلطته مع شويه زيت وبديت نرش بالبانسو هكذا قلت ندير هكا لمسه اضافيه فقط وهذه اللمسه اختياريه. الناكري ما ديروش حتى تيبس الشوكولا تاع الكاطو هذا كامل حتى تجمد ومن بعد ترشوا عليه الناكري وديروا الديكور. لهنا عندي بيستاش انا قسمته هكذا بالموس درته شرائح ومن بعد ندير كل شريحه في الشوكولا ذايبه ونحاول نلصقها بهذه الطريقه. قلت نبدل الديكور ندير هذه اللمسه باش يكون تناسق في الجو في الشكل في اللون في كلش بهذه الطريقه برك. يعني يدي شويه الوقت واش هو انتم ما تخدموهاش في الطلبيات ما ننصحكمش بها خاطر راح تقلقوا من هذه الطريقه. انا ننصحكم انكم تخدموها لدياركم ولا. بعد ما وجدت الحبات هذوك كنت حبات زينتهم هكا وحبات درت لهم البيستاش على الجنب مكسر برك ما درتوش هكا الديكور هذا. ومن بعد شوفوه في الصحنه درتهم في الدونتال وفي الكيسات ووجدته بالصحه والهنا. ان شاء الله تجربوه تعجبكم الوصفه والطريقه وتنجحوا فيها. وصلنا لنهايه الفيديو بقى لي غير نقول لكم في امان الله السلام عليكم.